الزمالك يخسر بثلاثية أمام بيراميدز، ثلاثية مستحقة مستحقة مستحقة. الزمالك يخسر بثلاثية. هنتكلم فنيات ونتكلم في الأخطاء التحكيمية اللي بقت موجودة كل ماتش، وهنتكلم في حاجات كتير جدا. هنتكلم إن أنت عندك لاعب زي عبد الله السعيد، صدقته لما قلت لكم إن عبد الله السعيد أو ناصر ماهر أو أحمد حمدي التلاتة فرقة. التلاتة يعرفوا يقوموا فرقة. التلاتة لو واحد منهم بره الملعب مفيش نص ملعب في الزمالك. دونجا، انت بتعمل ايه؟ هو انت ليه ما بتلعبش السهل؟ هو حضرتك مارادونا؟ يعني حضرتك مثلا واخد بذرة من مارادونا مثلا؟ يعني حد قايل لك انك مهاري زيادة عن اللزوم؟ فهمنا بس يا دونجا، فهمنا والله، يعني نفسنا نفهم. نفسنا نفهم يا دونجا، هل انت واخد او حد قايل لك انك عندك مهارة مارادونا او انيستا او الكلام ده مثلا في نص الملعب؟ في حد ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ ما بتستلمش صح، ما بتسلمش صح، ما بتلعبش الكرة بسرعة، بتعطل الهجمة. انت سبب في الجون الثاني. تمام. الونش غايب النهارده. ده خلينا هنبتدي واحده واحده. الونش غايب النهارده. اما عن ركله الجزاء اللي الناس بتتكلم عليها، دي ركله الجزاء طبعا الكل شاف، او الناس بقى اللي بتتكلم على ضربه الجزاء الكل شاف ان رفعت ايد الونش كده بيلن كده بيلن. اهدى بس، اهدى يا حبيبي، اهدى بس اهدى، هنجيب لك مرهم دلوقتي وهنظبط لك الدنيا. بيلن ليه؟ الكرة رده من مين؟ انا وصاحبي طالعين، تمام، الكرة ورايا، فجأة واحدة صاحبي لعب الكرة بدماغه، جت في ايدي انا اللي انا مش واخد بالي من الكرة ومش قاصد ارفع ايدي عشان انا المس الكرة. يعني انا مش رافع ايدي قاصد ان انا المس الكرة. يعني رده من زميلي تبقى عليا بيلين ليه؟ بس تبقى عليا بيلين ليه؟ يا ريت تقولوا لنا بس، يا اللي بتفهموا قانون افهم قانون الاول حضرتك. طالما الكرة رده من زميل، من زميل، ما تبقاش بيلين بس. ولو بيلين يا عم بيلين، ده لو هنقول يعني لو بيلين. تعال بقى في خطأ تاني. خطأ على ناصر منسي بعد ما نزل، ايده في وجه بلاتي توريه، تستحق الانذار وممكن تستحق الطرد كمان. الفار ما رجعهاش ليه؟ يعني عشان الزمالك خسران ما ترجعهاش؟ ما ترجعها، ما ترجعها بقى. ده ما فيهاش هزار. او بلاتي توريه، لا ده احمد سامي، معلش احمد سامي. فيها انذار وفيها طرد كمان، ممكن حسب تقدير الحكم، ولكن ايديه في وشه فعليا. ولا هي اتحسبت في لقاء بيراميدز والاهلي وما اتحسبتش ليه هنا؟ مش اتحسبت وطردت احمد توفيق؟ ممكن ده كمان يطرد، مع ان احمد توفيق ما كانتش طرد اساسا لان ايده كانت مفروده. هتقول لي ايد ناصر منسي كانت مفروده، هقول لك لا، ناصر منسي ضربه في وشه، ايده مفروده ولكن ضربه في وشه قاصد. تمام. ما اتحسبتش ليه؟ الفار ما رجعش ليها ليه؟ اخر لقطه في اللقاء، اخر لقطه في اللقاء بتاعت فيستون مايلي ومحمود بنتايج. محمود بنتايج بينط على الكوره وفيستون مايلي داخل في جسمه. فين الفار؟ لو انت كحكم، ما اعرفش ازاي انت برضو كحكم ما شفتهاش. انا بنط على الكوره عادي جدا وداخل اخد الكوره ومفيش اي حاجه، فجاه واحده لقيت واحد من تحتي بيشيلني. فين الحكم؟ انت فين كحكم؟ بلاش كحكم، فين الفار؟ فين الفار؟ فين الفار من لقطه زي دي؟ الراجل داخل قاصد في اللاعب، وزائد ان كان ممكن يموته. يعني لا، كوره زي دي ممكن بعد الشر يحصل كسر في الرقبه او يحصل حاجات كتير. فين الفار؟ فين الفار من كوره زي دي؟ احنا بنتكلم ككوره. مفيش فار، مفيش حكم، مفيش اي حاجه خالص. تمام. ده كلقطات تحكيميه اتكلمنا فيها ووضحناها، سواء دي او دي او دي، سواء اللي عليا او اللي ليا من لقاء الزمالك وبيراميدز. الزمالك، هو احنا عايزين نفهم حاجه بس من المدرب اللي بره. عبد الله السعيد لما خرج، انت ليه فتحت الملعب قوي كده؟ فتحت الدفاع قوي كده ليه؟ سايبها سداح مداح ليه؟ ده اولا. ثانيا، ليه ما بتطلعش دونجا طالما هو وحش؟ ما هو اللعيب لو ما بيعرف ان انا وحش وهفضل في الملعب فعادي ماليش بديل. ليه ملوش بديل؟ طلعه نزل ناشئ، ما انت كده كده خسران، كده كده خسران. دونجا شايف نفسه ان مفيش حد اعظم منه في نص الملعب. دونجا شايف نفسه ان هو لعيب عظيم. دونجا شايف نفسه حاجات كتير جدا وهو ولا حاجه. حتى الان ما لعبش غير لقاء افريقيا بتاع السوبر الافريقي بس. غير كده دونجا حاليا مس باص بالهبل في كل ماتش. كل شويه يرفع لي الكوره فاكر نفسه طارق حامد. انت يعني ما فيش، ما بتعرفش تسلم كوره، ما تسلمهاش، انت بتخسرنا الكوره في نص الملعب. راجع كده نفسك بعد اللقاء وبص الكوره اللي انت بتعملها 90% منها غلط، 90% منها بتخرج الكرة غلط. فليه بتلعب يا حبيبي؟ ليه؟ ليه؟ العب الكرة السهلة، ادي الكرة في وشك، في ثلاثة في وشك تلعب لهم الكرة؟ لا، افضل الف حوالين نفسي لغاية ما اضيعها. ده دونجا. والمدرب ساكت ومفيش حد بيتكلم معاه. مصطفى شلبي، انت فين يا حبيبي؟ انت فين؟ منور، منور والله، يعني منور، منور. طول ما مفيش منافسة في جبهة معينة، طول ما اللاعب هيعمل اللي هو عايزه. طول ما مفيش منافسة، لكن لو في منافسة، لا.
هلعب وهموت نفسي عشان ما حدش ياخد مكاني. مصطفى فتحي مروق على الجبهه كلها الناحيه الثانيه. احمد فتوح مش موجود. الونش خطا ساذج جدا، الخطا الاول، الخطا الثاني برضو ساذج جدا. الهدف الثالث عدم تغطيه من نفس الجبهه، من نفس الجبهه، وهدف ثالث. طب انت شايف ان فتوح مقدم قدام، ليه ما ترجعوش طالما انت عندك ثغره في الحته دي؟ لا، المدرب استنى لغايه ما دخل الجون الثاني والجون الثالث، وبعد كده قال لك انزل بقى بنتايج عشان ادافع واعمل اللي عليا، ومع ان برده كان منزله هجوميا. فانا شايف اللي يتحمل مسؤوليه لقاء النهارده اولا المدرب، ثانيا عدم تجهيزه لعيبه في خط النص زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اتصاب، طب فين الباقي؟ فين ناشئ؟ ما تطلع ناشئ يا عم مكانه. محمد السيد 10 على 10، ولكن لسه المطوشه هتجيب، وانت بتتكلم على لاعب مستقبلي لسه واحده 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 وهيبدا يخش في اللقاءات. ده كان تحليلي لقاء الزمالك وبيراميدز، ومبروك لبيراميدز 3 نقاط مستحقه، ولسه الدوري طويل.